يا جماعه انا دلوقتي قدام ابل ستور اللي ورايا ده، المنوره قوي دي التفاحه بس النور جامد جدا فمش باينه. المكان زحمه جدا جدا، بس انا هحاول ادخل، عايزه اشوف اسعار التليفونات ايه وايه احدث حاجه عندهم ونجربهم مع بعض وبس كده. ده 16 بلس، هو 16 بلس، هو 16 برو ماكس. محتاجه اسال عندي جهل فظيع. عامل كام التليفون ده؟ من 1000 يورو، ولو هنقسط 45 يورو وشويه، يعني 46 يورو في الشهر. فهنا هنشوف الاسعار. بيسالك ازاي عايز تدفع في الشهر، بيسالك قد ايه المساحه اللي انت عايزها، فعلى حسب التليفون وعلى حسب المميزات اللي انت عايزها. مثلا لو هنقول هنا خلينا نجرب، هدفع في الشهر، عايزه مثلا اللي هو ال 256، فبيقول لي في الحاله دي هدفع 51 يورو 21. ايفون 16 برو ماكس. عامل كام التليفون ده؟ مكتوب هنا 1500 يورو، ده سعره لو هتشتريه مره واحده، او لو هتقسطه 60 يورو مش عارفه كام سنت، يعني حوالي 61 يورو في الشهر. فخلينا نشوف. فهنا اوبشن اللي هو موناتلش، لو هتختار تدفع كل شهر، او فول ستاندش هتدفع مره واحده. فهنا هنختار اوبشن اللي هو بتاع كل شهر ده، ومساحه التخزين من 256 لحد 1 تيرا بايت، فخلينا في الاصغر مساحه تخزين. سعره كام؟ لو هنقسط هندفع 61 يورو في الشهر لمده 24 شهر. طيب لو عايزين نشوف المساحه الاكبر شويه، 71 يورو في الشهر لمدة سنتين 24 شهر. والأخير الحجم الكبير بقى 1 تيرا بايت، 81 يورو و20 سنت، 21 سنت في الشهر برضه لمدة 24 شهر. فأنا بصراحة مش عارفة التليفون ده فعلا يستاهل المبلغ ده، يعني عشان تفضل مدين نفسك لمدة سنتين. الكاميرا بتاعته فيديو، خلينا نشوف الكاميرا اللي قدام. لا ده اوضح من تليفوني، انا شايفه نفسي في التليفون. حلو، لا بجد حلو. الكاميرا حلوه جدا، مش معقول مش معقول، كاميرا واضحه بشكل رهيب يعني بجد. بقى نشوف الكاميرا اللي ورا شكلها عامل ازاي. كشكل لا بجد شكله حلو قوي. يعني محتاج تفكر في الموضوع ده لو ناوي تدين نفسك لمدة سنتين عشان تجيب حاجة زي كده. وبس كده، تشاو.